عارف ان عدد سكان القاهرة الكبرى تجاوز ال 20 مليون نسمة؟ في دراسة اتعملت سنة 2020 بتقول ان مصر سابع مدينة على مستوى العالم من حيث الكثافة السكانية، مولود كل 17 ثانية. يعني على 2025 هنكون وصلنا 200 مليون. طبعا مع مشكلة التكدس هتلاقي مشكلة التلوث. ساعتها قرر الرئيس انشاء 45 مدينة جديدة. ما هو مش هينفع مصر كلها يعني تبقى عايشة في القاهرة، فعمل مدينة زي اسيوط الجديدة، اسوان الجديدة، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة، وطبعا العاصمة الإدارية الجديدة. مفيش شك ان مشروع قناة السويس هو من اهم مصادر الدخل القومي لمصر، وانه لا يقل اهمية عن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة. 2015 بعد تفريع قناة السويس الجديدة، مصر كانت عايزة الشركات اللي بتنقل حاوياتها من طريق السويس تيجي وتفتح مصانعها هنا، بدل ما تصنعها في بلدها وتنقلها وتشحنها، لا تيجي وتفتح مصانعها هنا وتبدا تشحن من عندها. ده كان هيسرع الرحله وهيقلل لهم المده، فبالتالي في سرعه في الانتاجيه، وده هيزود لهم ارباحهم اضعاف اضعاف. ولكن ده ما حصلش. المستثمرين كانوا شايفين ان انت عندك شويه حاجات ناقصه، زي ان انت ما عندكش طرق ممهده، ما عندكش مدينه سكنيه قريبه لقناه السويس للموظفين والعمال، النت عندك كان وحش، وكان عندك ارهاب. مصر ساعتها خدت شويه قرارات سريعه. اولا صلحنا النت وغيرنا الاسلك النحاس لفايبر اوبتكس، عملنا مجموعه مدن جديده اهمهم العاصمه الاداريه الجديده، عملنا شبكه طرق مهمه جدا، عملنا المونوريل، وعملنا قطر سريع لنقل البضائع يربط الجلاله بالسويس بالعاصمه الاداريه الجديده بمدينه العالمين وصولا لحد مرسى مطروح. طبعا اهم حاجه عملناها ان احنا قضينا على الارهاب.